بأمانة والله العظيم، بأمانة أنا أول مرة في حياتي أشوف كده. يا جدع إيه ده؟ إيه اللي أنت فيه ده؟ إيه كمية تزييف الحقايق دي؟ إيه كمية اللغط في الكلام دي؟ إيه كمية الخلط بين الحقايق وتزوير الحقايق إيه يا جدع ده؟ إيه ده؟ أنت إزاي بالجبروت ده؟ إزاي كده؟ أنت عايزهم يستثنوا الاهلي، يطلعوا الاهلي من الدوري، من الدوري. تمام. عشان خاطر حضرتك، عشان الساحه تفضلك للزمالك يعني. انت عايزهم يجبروا الاهلي ما يشاركش في البطولات غير في بطولتين ثلاثه بس. انت عايز كده يعني. طيب حضرتك معترض على التأجيلات، ما انت تأجل لك وبتأجل لك. حضرتك لو بتشارك في كل البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها، كنت اول واحد هتنادي بالتأجيل. اجلولي يا جدعان، اجلولي، انا بشرف مصر، انا بشرف مصر، اجلولي. ايه كمية اللغط دي؟ ايه ده؟ انت ازاي كده يا جدع؟ انت ازاي كده والله العظيم؟ وطالع تخبط، انت طالع تقول كلام والله العظيم تتسجن فيه. مين ده اللي ماسك الزلة اللي على مين؟ انت بتقول ايه؟ ازاي؟ انا مش بدافع عن حد، بس انت ازاي بتقول كده اصلا؟ عندك دليل على اللي انت بتقوله اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا كابتن؟ كابتن، انت في حاجة؟ انت واعي انت بتقول ايه؟ بجد والله انت واعي؟ انت حاسس وعارف انت بتقول ايه؟ يا جدعان يا جدعان، ما بالراحه وببساطه، والامر بسيط والله. والله مش عارف انتوا مصعبين الموضوع على نفسكم. الامر بسيط جدا. هل هل الزمالك لو ما كانش حصل اللي حصل معاه في ماتش سيراميكا ولا ماتش المصري تقريبا، المصري، لما الكرة بتاعت زيزو وبتاعه ما اتحسبتش، لو كان كسب الماتش ده، هل الزمالك كنا هنسمع له صوت؟ بجد والله، هل الزمالك كنا هنسمع له صوت؟ طب انت كنت ليه ساكت الفترة دي كلها؟ باختصار شديد جدا، انت لما لقيت البساط بينسحب من تحت رجليك وخلاص يا باشا، مصر مفيش دوري، مفيش مركز تاني حتى، فقلت تقلب الترابيزة ويلا بينا نعمل ايه؟ نوش. والله العظيم ثلاثة، هي مليها اي حل تاني او منطق او عقل غير كده. هي كده، زي ما انا بقول لك كده، وزي ما كابتن سيد قال، وزي ما كابتن حسام عاشور قال، زي ما الناس دي كلها قالت. والله الزمالك ما عمل اللي عمله ده غير لما لقى ان الدنيا خلاص عكت يا باشا، ما فيهاش حل. يا جدعان يا جدعان، صلوا على النبي، صلوا على النبي وعقلوها. انا مش عارف انتوا ازاي كده اصلا؟